جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان، واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قصة من القرآن. قصتنا اليوم بفضل الله عز وجل هي قصة ورد ذكرها على وجه الجملة في سورة من سور القرآن، وجاءت مفصلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ورد ذكرها جملة في سورة تسمى بسورة البروج، وحكي وعرفت هذه القصة بقصة أصحاب الأخدود. هذه القصة جاءت مفصلة عند الإمام مسلم من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم. وهنا وقفة، إن لابد أن نأخذ العبرة والعظة في من قبلنا. النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم ووجود موعظته صلى الله عليه وسلم، ولكن يريد أن يوصل للصحابة الكرام حال الأمم السابقة وحال من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نأخذ العظة والعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان في من كان قبلكم، كان في من كان قبلكم ملك، وكان هذا الملك يعرف بظلمه ويعرف بجبروته ويعرف بعنده وكفره والعياذ بالله. وكان هذا الملك كان له ساحر، كان يستخدم هذا الساحر، وكان هذا الساحر كان في قمة درجات السحر، كان عنده علم بالسحر ما ليس له حدود، كان عنده قدرة إلى السحر، قدرة عظيمة. وكان هذا الملك يستخدم هذا الساحر لكي يضحك على الناس، ولكي يوقع الناس في حبه وتقربهم إليه. بمجرد أن يرى الساحر أو مجرد أن يشاهدوا هذا الساحر كيف يغير وكيف يفعل وكيف يعمل وكيف يغير بسحره هذا، فكانوا يتقربون إلى الملك ويزدادون حبا إلى هذا الملك. ففي يوم من الأيام جاء هذا الساحر إلى الملك، وكان هذا من باب هذا في باطله، بأنه من أهل الباطل وبمجرد أنه ليس على الحق. ولكن انظروا عباد الله كيف يفكر في استمرارية أمره وإن كان باطلا، فمن باب أولى أن نفكر في استمرارية الحق، ونحن معنا الحق بفضل الله عز وجل. فجاء هذا الساحر إلى الملك وقال: أيها الملك، إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه. جاء إليه بغلام كان ذكيا، كان فطنا. فكان هذا الغلام إذا ذهب إلى هذا الساحر كان في طريقه راهب، رجل عابد يتعبد إلى الله عز وجل. فكان في طريقه إذا سلك إلى هذا الساحر راهب، فكان يجلس إليه ويسمع كلامه. ففي يوم من الأيام أعجب هذا الغلام بكلام هذا الراهب، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب
وقعد إليه ويستمع من الراهب ويستمع من الساحر. وإذا ذهب إلى الراهب سمع كلاما طيبا يتقرب به إلى الله عز وجل، فإذا أتى الساحر ضربه. كان بمجرد أن هو يمر على الراهب، بمجرد أن يذهب إلى الساحر كان يتأخر عليه فكان يضربه، فشكى ذلك إلى الراهب. راح جه للراهب وقال له إن الساحر بمجرد أن أتأخر عليه كان يضربني ضربا شديدا، فشكى ذلك إلى هذا الرجل الراهب العابد، فقال له إذا خشيت الساحر، إذا رحت للساحر وخفت منه فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك، لما تيجي لأهلك وتقول اتأخرت ليه ويقول لك اتأخرت ليه، فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة. هذه الدابة الله أعلم بها، هل هي أسد، فيل؟ الله أعلى وأعلم. قد حبست الناس، جت في منتصف طريق الناس وحبست الناس، والناس كادوا أن يهلكوا ولا يستطيعون المشي في طريقهم. فقال فإذا بمجرد أن وجد هذه الدابة العظيمة قد حبست الناس، فقال هذا الغلام اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب. اليوم جه اللي هعرف فيها الساحر أفضل أم الراهب أفضل. فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. وهنا وقفة. الأصل في أعين الناس بمجرد إن هو يرمي الحجارة على هذه الدابة العظيمة، الأصل إن هي تموت ولا لا تموت؟ العين تقول أنها لا تموت، مش هتموت من هذا الحجر الصغير. يعني أخذ طريق الراهب طريق الضعف، الطريق الذي فيه الضعيف، إن الحجر يقتل الدابة. فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها. ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره بما حدث، جه للراهب وأخبره بما حدث. فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني. وهنا وقفة. مش العيب التلميذ يبقى أفضل من الأستاذ، مش عيب الصبي الصغير اللي شغال في ورشة أو في محل يبقى أفضل من المعلم بتاعه. لا ننكر الفضل، لا تنكر الفضل لأهل الفضل. قال أي بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى. وهنا وقفة. طريق الخير عباد الله، بمجرد أن الإنسان يسعى طريق الخير لابد أن يبتلى، ولابد أن تعرقله زرعا من الشوك وزرعا من الإحباط وزرعا من الاكتئاب ومن الحزن. فلابد الإنسان أن يصبر على هذا الأمر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان، واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران.